السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1983 فريق من العمل وصل قاعدة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية، وواجهوا درجات حرارة وصلت لأقل من ماينس 89 درجة مئوية تحت الصفر. العلماء كانوا مضطرين يتحركوا بحذر شديد، أي جزء مكشوف في جسمهم ممكن يتجمد في ثانية. تجربة حقيقية أثبتت قد إيه الطبيعة قاسية. أهلا بيكم، أنا أنس رضا. صلوا على النبي ويلا بينا نستكشف أبرد مكان في العالم. خلينا نبدأ بالمعلومة الأهم. أبرد مكان على سطح الأرض رسميا هو قاعدة فوستوك الموجودة في قلب القارة القطبية الجنوبية. المكان ده سنة 1983 سجل رقم مرعب جدا، نيجاتيف 89.2 درجة مئوية تحت الصفر، وده أقل رقم اتسجل على الأرض كلها لحد النهاردة. والأغرب من كده إن العلماء بعد سنين لاحظوا إن في منطقة قريبة جدا من القاعدة ممكن توصل لحد ناقص 98 درجة مئوية تحت الصفر. يعني الإنسان وصل هناك لأقرب نقطة ممكنة من الصفر المطلق. طيب ليه المكان ده بالتحديد بارد بالشكل ده؟ أول سبب إن القاعدة موجودة على ارتفاع 350 متر فوق سطح البحر، وارتفاع العالي ده دايما بيخلي الجو أبرد والضغط بالتالي هيبقى أقل. وتاني سبب إن الجو هناك جاف جدا، مفيش رطوبة تقريبا، وأصلا الرطوبة هي اللي بتساعد على الاحتفاظ بالحرارة. تالت سبب إن القطب الجنوبي في الشتاء ممكن الشمس تختفي فيه شهور كاملة، يعني مفيش مصدر حرارة أصلا. غير كده الهواء هناك بيكون مستقر جدا، مش بيتحرك كتير، فمفيش أي دفء بيتنقل من الطبقات الجو الأعلى لسطح الأرض. ورغم الظروف دي كلها العلماء عايشين هناك، بس مش حياة طبيعية أبدا. أي إنسان لازم يلبس طبقات ملابس خاصة وأجهزة تدفيه من جوه، بسبب طبعا درجة الحرارة القليلة جدا. أي معدات أو أدوات اتثابت بره لمدة دقايق ممكن تتجمد، حتى الوقود أو البنزين نفسه ممكن يتجمد من شدة البرودة هناك. الجليد هناك كمان مش عادي، ده جليد عمره آلاف السنين، مخزون جوه تاريخ المناخ القديم للأرض كأنه أرشيف طبيعي. ودرجة البرودة الشديدة ممكن تأذي الإنسان بأسرع مما تتخيل، مجرد تعرض عينه للهواء البارد ده. ودرجة البرودة هناك الشديدة جدا دي ممكن تأذي الإنسان بأسرع مما تتخيل. مجرد تعرض العين للهواء البارد ده ممكن يسبب تلف خطير. حتى الطيارات نفسها بتعاني، في أوقات كتيرة بتفشل في الإقلاع لأن المحركات ما بتستحملش وبتتبرد فورا. والمدهش بقى رغم كل ده العلماء استكشفوا ميكروبات حية جوه الجليد والتراب قادرة تعيش في الظروف دي سنين طويلة. ومن خلال دراسة طبقات الجليد قدروا يفهموا شكل المناخ الأرض من آلاف السنين، ويفسروا التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي. مش بس كده، التجارب اللي بيعملوها هناك بتستخدم لاختبار أجهزة ممكن تشتغل في الفضاء، خصوصا في الكواكب زي المريخ لأن ظروفه متشابهة جدا. تخيل كده مكان الشمس ممكن تغيب فيه شهور وليالي طويلة، وده لوحده سبب كافي يخليه أبرد مكان على وجه الأرض. وفي الآخر لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من لحظة تساؤل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.